بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المتابعين الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم جميعا أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين. حياك الله. السادة المشاهدين، لا زلنا مستمرين وإياكم في ما بدأناه في الحلقة الماضية، وعنوانها صلاح المجتمع، ولعلنا اليوم نتناول جانبا مهما من جوانب هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياك الله. بداية، الظلم ورفع الظلم أو رده عن المظلومين. بداية، ما هو الظلم لغة واصطلاحا فضيلة الشيخ؟ المايك لكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو أردنا أن نقف حول تعريف الظلم، يمكن أن نعرفه تعريفا مبسطا فنقول هو ما يقابل العدل. نعم. والناس عموما تستوعب معنى العدل، كما أنها أيضا إذا قيل لها ما هو نقيض العدل يمكن أن تقول أنه هو الظلم. والظلم هو التجاوز والتعدي والعدوان والجور، فكل ما كان فيه نوع من حرمان الحقوق أو التجاوز في الحدود فإن ذلك يعد ظلما بالمعنى نعم. العام. الظلم هو تجاوز الحدود والتعدي في الحقوق، ويكون أحيانا في أن تضع الشيء في غير موضعه فيكون ذلك أيضا ظلما. فمثلا عندما يعني الإنسان يعطي بعض الحقوق لغير من يستحقه، أو يعطي بعض الأشياء لمن لا يستحقها، نعم. كما يوجه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون ظالما، أو يحرم من هو مستحق لشيء معين فإنه أيضا يكون ظالما، وهكذا. أو يتعدى على ما ليس له فيه حق يعد أيضا ظالما. والقرآن الكريم ينشئ في داخل المسلم ما يمكن أن نسميه بالحساسية الخاصة تجاه الظلم. يعني القرآن الكريم من أوله إلى آخره ينشئ في الوجدان المسلم نوع من النفرة والحساسية تجاه العدوان وتجاه الظلم وتجاه الجور، كما أنه يؤسس أيضا لقاعدة مهمة جدا وثقافة عامة في المجتمع، وهي مسألة قيمة العدل، وأنها قيمة عالية وقيمة سامية. وبالتالي تجد المسلم الذي تربى على القرآن الكريم وتربى على الثقافة التي يمكن أن نسميها بالثقافة القرآنية، تجد أنه يستنفر ويبتعد ونفسه لا تميل بأي شكل من الأشكال نحو الوقوع في المظالم أو الوقوع في الجور والعدوان. كما أن الظلم بمعنى آخر أيضا، لأنه نوع من العدوان ونوع من التعدي والجور، فإنه ينافي التقوى التي هي مراد الله تبارك وتعالى من عباده. يعني كثير من العبادات المراد منها أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فالظالم غير متقي لله سبحانه وتعالى. ولذلك ستلاحظ بأن هنالك كمية كبيرة جدا وعدد كبير جدا من الآيات القرآنية، يمكن تصل إلى 289 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، تتحدث عن الظلم بمختلف المفردات، سواء كانت في صيغة الماضي أو المضارع أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر إلى غير ذلك. تلاحظ القرآن الكريم وردت فيه كميات كبيرة جدا من الحديث عن الظالمين. تارة يتحدث عن الظالمين عن الظلم باعتباره قيمة، باعتباره سلوك ليس رشيدا، وتارة يتحدث عنه باعتباره عدوانا، وتارة يتحدث عنه بأن الله لا يظلم العباد، وتارة يتحدث عن أن الوقوع في السيئات والذنوب نوع من أنواع الظلم، وهكذا. يعني تجد القرآن الكريم يتناول باتجاه، ثم يتحدث عن هلاك الظالمين ويتحدث عن عذاب الله للظالمين في الآخرة. فالقرآن الكريم حقيقة مليء جدا بالحديث عن الظلم وعن الظالمين، ليشكل لنا كما ذكرت مناعة خاصة بحيث الإنسان ينفر من هذه الظاهرة التي يمكن أن يقع فيها كثير من الناس. جميل. إذن القرآن الكريم فسر الظلم بأكثر من تفسير وارد فيه. طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على أكرم أهل الدنيا والآخرة، أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك.
وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة من عفا عمن ظلمه. فما هي المكانة التي أعطاها الإسلام لمن يعفو إذا ظلم؟ العفو في القرآن الكريم هو تجاوز العقاب والتسامح، يعني فيه نوع من المسامحة وفيه نوع من التجاوز عن المسيء وفيه نوع من ترك العقوبة. هذه كلها تسمى إيه؟ تسمى عفوا. نعم. والعفو بلا شك من أنواع الفضل والإحسان. يعني العدل أن تأخذ حقك، هذا هو العدل. والعفو معنى زائد هو أن الإنسان يتخلى عن حقه الذي سلبه وهو قادر على أن يسترده، هو قادر على. إذن هذا هو التعريف الواضح. هذا هو التعريف لموضوع. يعني العاجز لا نستطيع أن نقول أنه عفا، قد يكون مقهورا، نعم، قد يكون مكرها مجبرا، نعم. لكن الذي نتكلم عنه هو أن الإنسان يكون قادرا على أن يأخذ حقه وينتزعه ومع ذلك يعفو ويصفح. فالله عز وجل جعل السلوك الإنساني فيما يتعلق بالحقوق 3 مراتب. الأول أن يتعدى على حقوق الآخرين، هذا ظلم. والثاني أن يأخذ حقه دون عدوان على الآخرين. والثالث هو أن يتجاوز عن حقه الذي يمكن أن يتشبث به ويكون ذلك فضلا وإحسانا. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هنا طبعا الإنسان الذي يريد أن يعفو يعني يكون مقصوده من هذا العفو هو أن يحتسب هذا الذي تركه في الدنيا، يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه لا يكون مقهورا ومجبورا، بمعنى أن يكون قادرا. الأمر الثالث أيضا حتى لا يفهم من العفو هو تربية الإنسان على المذلة وعلى عدم العزة، فهذا مناقض تماما للتوجهات القرآنية كلها التي تأمر الإنسان بالعزة والكرامة، وأن يكون الإنسان أن لا يكون مقهورا، أن لا يكون مظلوما، أن لا يتماهى مع الظالمين. هذه كل المعاني القرآنية كلها تصف في اتجاه أن الإنسان يجب. فالقرآن كأنما يريد منك أن تجمع بين صفتين أساسيتين، صفة العزة والكرامة وأن تكون متمسكا بحقوقك، هذه صفة أساسية ولا بد أن حتى لدرجة أن الإنسان الشارع يحرضك على أن بعض الظالمين يقول لك والله كافحهم وجاهدهم وحتى لو أدى ذلك إلى موتك. هذا معنى العزة والكرامة. المعنى الآخر أنك لا، أنت والله قادر. وهنا لأن أحيانا المظالم قد لا تنشأ من المتكبرين فقط، قد لا تنشأ فقط قد تنشأ من الأكفاء، وقد تنشأ من الأضعف منك. أحيانا قد تظلم ممن هو أضعف منك، أو يسيء إليك ممن هو أضعف منك حالا. نعم. فهنا تأتي قضية إنه كيف توازن ما بين معنى العزة والكرامة وعدم الرضا بالمظلومية، وبين أنك والله لا، أنت مع قدرتك على الانتقام وقدرتك على رد الحقوق وقدرتك على دفع الظلم، لكن فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بك عندك المساحة في أنك أنت تعفو وتصفح. هذا سلوك أخلاقي، سلوك أخلاقي. والعدل يمكن أن نجعله سلوكا قانونيا. فالذي يتشبث بحقه هذا وإن ذهب إليه أي مذهب فإنه يمكن أن نقول بأن الشريعة معه في هذا الاتجاه. ولذلك القرآن الكريم يحدثنا عن وجزاء سيئة سيئة مثلها، أن السيئة تقابل بالسيئة والإحسان بالإحسان، مش كده؟ هذا عدل. مقابلة الإحسان بالإحسان ومقابلة الإساءة بالإساءة هذا عدل. لكن قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجره على الله. فإذا الذي لا يرد الإساءة ولكن يكبت ويكتم ويحبس أنفاسه التي هي تريد أن تنتقم، وهو يستدعي في كل ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل العفو. هنا هو العفو الذي نتكلم عنه في هذه الفقرة على وجه التحديد. وهنا الحديث يحثنا على هذه المعاني السامية. أيضا أحب أن أشير إلى أن العفو أحيانا، مساحات العفو أو مساحات المظالم أحيانا تكون بين الأقرباء، بين الأقرباء، وأحيانا يكون حتى بين يعني سواء كانوا أصهارا أو أنسابا. نعم. يقع بينهم مظالم وتقع بينهم إشكالات. لو فكر كل واحد، وأحيانا بين المتجاورين، لو فكر كل واحد أن يأخذ حقه كاملا
وألا يعفو وألا يصفح، فإن المجتمع يكون مجتمعا حقوقيا محضا. والإسلام يربي الناس على معنى الحقوق ويربيهم كذلك على معنى الأخلاق. الأخلاق كماليات، والحقوق هي وقوف عند إيه؟ عند الحدود. جميل. في بداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أكرم أهل الدنيا والآخرة؟ ما تفسير هذا؟ مسألة الأكرم لأنه أصلا الذي يعفو ويصفح يترك حقه، تنازل عن الحق الذي له، هذا كريم. مثل الذي يعطي الأموال ويطعم ويسقي ويبذل وهو في حاجة إليها، هذه الأموال هو ليس مستغنى عنها، هو بحاجة إليها ولكنه يبذلها ويعطيها. ستجد أن الذي اتصف بهذه الصفة هم الكرماء في الدنيا والكرماء أيضا إيه؟ في الآخرة. نعم. جميل. ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هنا يطرأ سؤال: ما هي ماهية العفو، وكيف يستطيع المرء أن يحصل على أجره كاملا من هذا العفو؟ ذكرت العفو بأنه نوع من التجاوز. نعم. التجاوز والتسامح والصفح، هذه كلها من المعاني المهمة جدا في موضوع لكن ليكون الإنسان يحصل على العفو الكامل إن صح التعبير، والأجر الكامل في موضوع العفو، لا بد ابتداء أن يستحضر الإخلاص فيما يقوم به. يعني وهو يعفو وهو يصفح وهو يتجاوز إنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لا يفعله يعني لا شهرة ولا سمعة ولا ليقال له بأنه والله فلان. هذه لا بد المعاني هذه تكون حاضرة. يعني المعنى الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، هذه من المعاني. الأمر الثاني أيضا أن يكون هذا العفو كما ذكرنا ليكون عفوا كاملا، أن يكون عند المقدرة، أن يكون الإنسان قادر على الانتقام ومع ذلك إيه؟ يعفو. الأمر الثالث الصبر على الأذى. طبعا العفو فيه بلا شك نوع من الأذى، أذى النفسي والأذى الجسدي إلى غير ذلك. فالذي يصفح ويعفو لينال الأجر الكامل كلما كان صبره أكثر كان أجره إيه؟ أكثر. بعض الناس للأسف الشديد هو يعفو ولكنه يبقى بعد ذلك أيضا يطنطن ويتكلم ولا يعني لا يطوي الصفحة تماما. نعم. هذه أيضا من الأشياء اللي أيضا العفو يفترض أن يكون مصحوبا بالإصلاح، فمن عفا وأصلح. بمعنى أنه أحيانا بعض الناس يقول لك أنا عفوت ولكنه لا يحاول أن يزيل الخصومات، يقول أنا عفوت ولكن الخصومة باقية. هذا نوع من العفو عفوا ناقصا. يعني أنت عندك مشكلة مع شخص عفوت عنه، أطوي الصفحة وحاول أن تصلح ما بينك وبين أخيك، لأن فساد ذات البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالعفو الكامل الذي نريد الأجر الكامل فيه لا بد أن يكون مصحوبا كذلك بإصلاح ذات البين. أن يستحضر الإنسان أيضا ويتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة لأهل الصفح وأهل أهل العفو، وأن يتذكر بأن الله من أسمائه العفو. فأنت كلما تخلقت بهذه الصفة تقترب من الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك أيضا يجب أن نقول بأن أكثر الناس يعني أجرا عند الله الذين يعفون في الكبائر والأشياء العظيمة. يعني عندما يكون الظلم عظيم ويكون الحقوق التي تم انتهاكها كبيرة ومع ذلك يعفو فيها الإنسان، فإن ذلك أجره سيكون أيضا إن شاء الله أعظم من غيره. جميل. ماذا لو طالب الإنسان بجزء من حقه وعفى عن الباقي؟ هل أجره كمن عفى وأصلح لوجه الله عامة؟ لا، كل بحسبه طبعا. نعم. يعني من أخذ حقه كاملا لا يعد من أهل العفو، باعتبار أنه خلاص هذا هو الحق وليس هو الإحسان. أما الذي يعني يعفو عن بعض ويأخذ بعض فهذا بحسبه كذلك، له إن شاء الله الأجر بقدر ما تنازل وعفى وأصلح، وله كذلك وينقص من أجره وينقص من كمال أجره بقدر أيضا ما أخذ من حقوقه. جميل. من جانب اجتماعي، هل للظلم مصلحة أو عفوا هل للظلم استثناءات أو تنازلات يؤخذ بها لتطبيق مصلحة جماعية
أم لا؟ كالتضحية مثلا، كالتضحية بفرد مقابل إصلاح مجتمع وكذا. وحقيقة هذه من الأشياء اللي مهم جدا أن الناس تتعرف عليه. موضوع العدل والظلم هي من القيم المطلقة، فالعدل واجب والظلم محرم، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم لا نستطيع أن نقول فيه استثناءات، الظلم لا نستطيع أن نقول فيه استثناءات، وكل الظواهر التي يمكن أن نتصور أنها استثناءات هي قضية موازنات بين تقديم وتأخير في موضوع الحقوق، ولكن لا يندرج في معنى الظلم. معنى الظلم الذي فيه التجاوز، الذي فيه العدوان، هذا لا يمكن أن نتصوره في إنه والله. لكن المطلوب هذه قضية الفردية مع الجماعية، هي مسألة كيف أنك تستطيع أن تعدل بين الفريقين، فتجعل الفرد يأخذ حظه بحسبه وتأخذ الجماعة حظها بحسبها كذلك. لكن لا يتم تواطؤ مجتمع كامل على فرد تحت حجة إنه والله نحن أكثر وهو أقل. الإسلام سبحان الله في موضوع العدالة وفي موضوع المظالم ظل يحمي الفرد كما يحمي المجموع، يحمي الفرد من الجماعة ويحمي الجماعة كذلك من الفرد، من خلال إعطاء كل ذي حق حقه. فالولاية الإسلامية أو النظام الإسلامي يقوم على فكرة إنه والله الواحد يأخذ حقه دون عدوان، والجماعة تأخذ حقها أيضا دون عدوان، وتقوم منظومة الحقوق على هذا التوازن، على هذا التوازن. تأتي في بعض المحطات مسألة أنك لا تستطيع الجمع بين أمرين أو أن تجمع بين كمالين. نعم. حينها يمكن أن نقول بأنه والله عند تعذر الكمالات قد يحصل تقديم وتأخير، ولكن دون البلوغ إلى أنك والله تجعل الظلم واقع كله على طرف دون آخر. نعم. فالتسديد والمقاربة، التسديد والمقاربة حتى لا يكون تحقق للظلم، لأن فكرة الاستثناءات في العدالة غير وارد. يعني نحن نقول الظلم محرم على أي حال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قولا واحد. أيوة، يعني يحرم على أي حال وفي كل زمان وعلى أي ملة. يعني الظلم، لاحظ من الأشياء المهمة جدا في شريعتنا، لا يحق لك أن تظلم الكافر. يعني فكرة إنه والله الدين داخل في بعض الناس يتصور إنه والله كافر فيظلمه، لا، أو ليس ابن بلده فيظلمه، أو ليس ابن قبيلته فيظلمه، أو ليس قريبا له فيظلمه. هذه المعاني من الظلم كلها خيانة لله ورسوله ولدينه وشريعته. جميل. يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. غالبا ما يصاحب الظلم في قلب المرء مشاعر الغضب والغيظ وغيرها. ما هو توجيه الشارع لنا في هذا؟ طبعا الظلم بشكل عام يؤدي فعلا إلى هيجان، كما يقولون هيجان النفس البشرية والطغيان، الحالة الشيطانية، الحالة الغضبية الشيطانية. لذلك الشارع يعني دائما يعني يأمرنا في مثل هذه الأحوال على أن يضبط الإنسان نفسه، وعلى أن يكتم غيظه، وأن لا يندفع اندفاعا تؤدي به إلى العدوان. لكن في نفس الوقت لا بد أن أنبه إلى مسألة، وهو أن الغضب يحضر أحيانا حتى وأنت يعني ما دام مورس عليك ظلم، فالظلم إذا لم تغضب هذه نفسها مشكلة. يعني المظلوم إذا لم يغضب فإن فيه إشكال. ولذلك القرآن امتدح من يأخذ حقه عند البغي، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. نعم. فإذا أصيب الإنسان بالبغي والعدوان والظلم لابد أن ينتصر، هذا وضع طبيعي جدا. نعم. وإذا أراد أن ينتصر قد يكون غاضبا طبيعة الحال. فهنا على كل يمتدح الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هنا بحيث الإنسان لا يتجاوز في غضبه ولا في غيظه ولا في يتجاوز إلى مرحلة العدوان. فبعض الناس مثلا تجد والله يمكن أن يأخذ حقه دون أن يتجاوز الحدود، فإذا به يأخذ حقه وزيادة، فنجهل فوق جهل الجاهلين. نعم. يعني هنا تجده لا يقف عند الحدود، ولكنه يتجاوز. ومثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أو كثير من أهل العلم نصوا على أن الإنسان إذا أقيم عليه مثلا الحد لا يجوز بعد ذلك شتمه أو سبه أو الحديث عنه، لأن ذلك يدخل في الظلم. لماذا؟ قامت عليه البينة وقام عليه الحد وحكم بحد الله في الشريعة، فما زاد عن ذلك يعد ظلما.
لاحظ. جميل. فهذه من الأشياء المهمة جدا أيضا إنسان يراعيها، ما دام أنه والله هو يريد أن ينضبط ويأخذ بالحقوق ويأخذ بالفضل كذلك، لا بد من مراعاة هذا الجانب. إذا القضية في تقنين الغضب، هو موجود لا محالة، نعم. لكن القضية نعم. في تقنينه. نعم. جميل. نعم. قبل التوغل في هذا دعنا نرجع قليلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والحديث في هذا لعله يطول، لكن نريد شرح مبسط أو اختصار في هذا. نعم. أول هذه مسألة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نعم. هي من مقولات العرب اللي كانت مشهورة وكان معروفة وكان عبارة عن شعار بالنسبة لهم، ولكنه كان شعارا جاهليا. كان العربي يقول: هل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فهو كان ينظر إلى أنه والله ينحاز إلى أخيه، إلى ابن قبيلته، إلى بني قومه ظالما أو مظلوما. هذا شعاره، أنك أنت تقف مع إيه؟ بني جلدتك. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرشد هذه المقولة التي كان العرب يتعاملون بها، فقال: انصر أخاك ظالم أو مظلوم. فقيل الصحابة هنا متربين طبعا على الحساسية، كما ذكر بداية الحلقة، متربين على الحساسية من موضوع الظلم، فقالوا: كيف ننصره؟ عرفنا كيف ننصره مظلوما. نعم. كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمسكه عن الظلم. يعني المظلوم معروف كيف تنصره، أن تقف معه وتسانده حتى يأخذ حقه. الظالم كيف تنصره؟ أن تأخذ بيده حتى لا يندفع في الظلم وتمنعه عن الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضبط المقولة في كلا الأمرين: أنت ناصر لأخيك ظالما أو مظلوم. فالمظلوم تعطيه حقه، والظالم تأخذ منه الحق للمظلوم، وبالتالي نصرت الطرفين. لماذا؟ لأننا إن تركنا الظالم على ظلمه وجاريناه في هذا الظلم، فإن هذا نصرة له على ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره. فمجرد أن أمسكناه عن الظلم ومنعناه من العدوان، فإن ذلك يجعل ذلك في مجال نصرته. جميل. للحديث بقية. متابعين الأفاضل، كونوا على مقربة، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. أعزائنا عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير، والعودة مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا. استكمالا لما ذكرناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تكلمنا عن كتم الغيظ فيما سبق. لماذا وصف من يملك نفسه عند الغضب بالشديد تحديدا؟ كان المفهوم السائد عند العرب أن الشديد هو الشدة الجسمانية. نعم. فلان شديد، تجده قوي الذي يصرع الناس، فهذا شديد. نعم. المصارع تكون قوته وشدته بقدر ما يصرع الآخرين، فإذا وجدناه دائما مصروعا فإن ذلك دليل على عدم شدته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا المعنى، وهو الذي تعرفه العرب، أن الشديد هو الذي يصرع أو القوي هو الذي يصرع الآخرين. وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى معنى آخر، معنى
له علاقة بالوجدان، لها علاقة بالنفس، لها علاقة بالجانب المعنوي. فبدل أن يوجهه إلى الجوانب المادية وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجانب الآخر، وهو كيف تستطيع أن تنتصر على ذاتك، كيف لا تكون مهزوما أمام غضبك، كيف لا تكون مهزوما أمام شيطانك، كيف لا تكون مهزوما أمام النفس الأمارة بالسوء. فالذي يستطيع أن يملك نفسه هنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، لكن الذي يمسك نفسه عموما فهو شديد. الذي يمسك نفسه عن الشهوات، ويمسك نفسه عن الشبهات، ويمسك نفسه عن قتل النفوس، ويمسك نفسه عن العدوان، فهو القوي في حقيقة الأمر. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه من مفهوم معين أنه سائد في ذلك الوقت، والله القوي هو الذي يصرع الآخرين. النبي قال الذي يملك نفسه عند الغضب هو إيه؟ القوي، هو الشديد، وهو القوي حقيقة. ولكن هذا يحتاج بطبيعة الحال إلى نمط تربوي ومجاد، يعني تربية للنفس بشكل طويل جدا حتى تستطيع أن تتحول إلى سلوك يستطيع الإنسان أن يتحكم في غضبه في أي لحظة من اللحظات. ما هي الركائز التي ممكن أن يمر فيها المرء على نفسه تربية كي يصل إلى هذا النحو؟ والله يا أخي هي مسألة طويلة. يعني أولا ابتداء في كل القضايا اللي لها علاقة بالمنظومات القيمية لابد الإنسان أن يتصور ما هي القيمة التي يربي عليها نفسه. مثلا عندك الآن مسألة العفة، لابد أن يتصور الإنسان معنى العفة، لابد أن يتصور تجلياتها، لابد أن يتصور أنها قيمة من القيم الدينية، لابد أن يعرف مكانتها هذه على مستوى التصورات. ثم يبدأ بعد ذلك في تنزيل هذه القيم إلى الواقع الحياتي. يبدأ بها ابتداء من التنشئة، أن ينشأ عليها الإنسان، يربي عليها نفسه بعد أن عرف معناها وأدركها وعرف قيمتها وعرف ما أعده الله سبحانه وتعالى للناس في ذلك. يبدأ بعد ذلك في تطبيق هذه المسألة على نفسه. ومن لوازم التطبيق أنه يراجع أيضا المواقع التي خرج فيها. فأنت ترصد مثلا في يومك، اليوم أنا أريد والله أن أربي نفسي على سلوك معين، أربي نفسي على مثلا على الصدق، أني لا أجرب الكذب خلال يوم مثلا. ثم تنظر إلى سلوكك اليوم خلال هذا اليوم، هل استطعت أن تضبط نفسك في أن لا تكذب؟ فإذا وفقت وصار هذا بالنسبة لك سلوكا وتطبعت على هذا، فهذا قد يؤدي بك مباشرة إن شاء الله إلى أن تكون من الأقوياء في هذا الباب. وهكذا كثير من القضايا، مثل الآن مفهوم الكرامة الإنسانية مثلا، من المفاهيم الكبيرة جدا. عندما تريد أن تربي عليها نفسك ابتداء لابد أن تتعرف على أن الناس كلهم خلق الله سبحانه وتعالى، وأنهم أمام الله سبحانه كخليقة متساوون، وبالتالي لا فضل لك عليهم في هذه الناحية. فيبدأ التفاضل بعد ذلك بالإيمان، بالتقوى، بالعمل الصالح، بأشياء موضوعية. لكن أنت لست أفضل منهم في الخلقة ولا في اللون ولا في الشكل، لأنك لم تخلق نفسك، بل الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس بهذه التفاضل. فتلاحظ كثير من الأشياء التي نحتاج أن نتربى عليها وننشأ عليها ونتابع أنفسنا عليها، ثم نحاسب بعد ذلك نفسنا، يحاسب الإنسان نفسه خلال مسيرة حياته. جميل. وهي كلها يعني تربويا عائدة إلى الشريعة الإسلامية، كلها تعود إلى الشريعة في تصورها وفي قيمها وفي مبادئها وفي آلياتها، كل هذا يعود إلى الشريعة. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ما هي الرسالة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم إيصالها لنا من خلال هذا الحديث؟ نعم، هو حقيقة يعني الآن ذكرت أكثر من حديث في موضوع الغضب، وهذا هو الغضب المذموم. طبعا الغضب المذموم وهو الغضب الذي يندفع بصاحبه لدرجة أن يخرج عن الحدود. وخطورة الغضب أنه في بعض القضايا يؤدي إلى جرائم كبيرة، كأن يضرب الإنسان أو يبطش الإنسان أو يزهق الإنسان أرواح الآخرين مثلا. مبدأها ستجد تجد الغضب. لذلك بعض الناس كانوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنصحني يا رسول الله، أو عظني يا رسول الله. يقول: لا تغضب. نعم. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في هذا الشخص أنه شخص غضوب، أو أوحى الله إليه بأنه غضوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصحه بما ينفع هذا الإنسان، وهو مسألة الغضب. يقول: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فعلى كل هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوانب، هنا تلاحظ هنا جوانب عملية، أنه لا تغضب هذا أمر، مش كده؟ هذا نهي.
نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. طيب ماذا أفعل عندما أغضب؟ قال لك والله إذا كنت قائما فتجلس، وإذا كنت جالسا تضطجع، لأن الإنسان سبحان الله الغضب حالة استثارة وإثارة وتحرك وانفعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تتحرك في الاتجاه المعاكس، لا تحاول أن تذهب مع الغضب والشيطان إلى نهاياته فيذهب بك وقد تقع في جريمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا من المعاني المهمة التي يحرضنا عليها ويحثنا عليها، وهو أن ندرك أن الإنسان عندما يمسك نفسه عن الغضب أمام من يعتدي عليه أو أمام من يشتمه أو أمام من يسيء إليه، هنالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملك يدافع عنك ويرد عنك. لما يستحضر الإنسان هذا المعنى يكون مستريحا ولا يشعر بأي إشكال. ولذلك ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم موجود مع أبو بكر، ومعه بعض المشركين أرادوا أن يسبوا أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فرد أبو بكر وهو غاضب، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلحق به أبو بكر ماذا جرى يا رسول الله؟ قال كان يرد عنك ملك وأنا كنت أضحك لأن الملك يرد عنك. فلاحظ هذه المعاني التي يربي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يدرك الإنسان أن هذه السلوكيات وظواهر الانتقام الشخصي وظواهر الرد المباشر في المجتمع الذي يفترض أن يكون مجتمع متراحم متماسك وأخلاقه كلها يعني تنبع من الشريعة، فإذا ظهرت فيه هذه السلوكيات الغضب الشديد، وإن تلاحظها الآن في شوارعنا العامة، تلاحظ مثلا بعض الناس أثناء قيادة السيارات، بعض الناس تجدهم ينفعلون وخصوصا مع تغير الأجواء، فهذه كلها من الأشياء التي نحتاج على كل أن نربي أنفسنا على نقيضها. شاكر لكم هذا الطرح وهذا التقديم دكتور حسن سلمان. الشكر موصول لكم أنتم متابعينا الأكارم على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر الشكر باسمكم جميعا لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، شاكرين لكم. أهلا وسهلا، الله يجزيك الخير. حياك الله. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. إلى حلقات قادمة في نفس الموعد من كل أسبوع، دمتم بود.